محال من الأحوال أن يجتمع الشرك مع الإسلام في قلب رجل واحد البتة. وقد فرق الله عز وجل بين الشرك والإسلام. قال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هذا هو الإسلام، ولا تكونن من المشركين، هذا هو الشرك. وجاء في أثر للإمام الشافعي رحمه الله قال أن الإسلام لا يشركه الشرك، والشرك يشركه الشرك. قال الماوردي رحمه الله في قول الشافعي: قد يجتمع شركان ولا يجتمع شرك وإسلام، وبيانه أن الإسلام والشرك لا يجتمعان. وقد علق كذلك على قول الشافعي أبو المحاسن، قال: يعني أنه قد يجتمع شركان ولا يجتمع شركا وإسلام. هذا في قول الشافعي رحمه الله.